ننتقل بقى يا سيدي إلى قارة أخرى وهي قارة أوروبا. برضه هناخد الموقع الفلكي والجغرافي وأهمية القارة. بالنسبة للتضاريس سواء لقارة آسيا سواء قارة أوروبا هخليهم مع بعض، يعني فاهم؟ يعني هناخد كده الموقع الفلكي والجغرافي والأهمية بالنسبة للقارتين، ونخلي برضه التضاريس برضه بالنسبة للقارتين. بالنسبة بقى يا سيدي لقارة أوروبا بالنسبة للموقع الفلكي، قال لك إن أوروبا بتقع بين دائرتي الأرض اللي هم 36 شمالا الى 71 برضه شمالا. خلي بالك طالما انا قلت شمالا شمالا يبقى معنى كده ان القاره دي كلها بتقع في شمال الكره الارضيه. اما بقى بالنسبه لخطوط الطول فاوروبا تقع بين خطي طول 66 شرقا الى 25 غربا. خلي بالك بقى اشهر دائره هنا بتعدي على قاره اوروبا هي الدائره القطبيه الشماليه. خلي بالك هي بتشترك مع اسيا في الدائره القطبيه الشماليه دي. اما الخط الرئيسي هنا هو خط جرينتش. طب ايه بقى اللي حصل او اللي نتج عن الموقع الفلكي بالنسبه لقاره اوروبا؟ قال لك نتج عن الموقع الفلكي بالنسبه لقاره اوروبا ان اوروبا معظمها تقع في المناخ اللي هو المعتدل الشمالي بالنسبه للكره الارضيه. تعالى بقى يا سيدي للموقع الجغرافي بالنسبه لأوروبا. خلي بالك برضو اوروبا بنقول عليها برضو شبه جزيره. ليه؟ عندك الشمال المحيط القطبي الشمالي، عندك الجنوب البحر المتوسط والبحر الاسود، عندك الشرق قاره اسيا، عندك الغرب المحيط الاطلنطي. وخلي بالك اوروبا بتقترب من قاره افريقيا عند مضيق اسمه جبل طارق. اوروبا تقترب من اسيا عند مضيق البوسفور والدردنيل. تاني بقى الجزئيه بالنسبه لاوروبا وهي الاهميه بتاعتها. انا واخد في اسيا ان انا كان عندي 4 اهميات، هنا 3 اهميات بس اللي هم استراتيجيه واقتصاديه واخيرا حضاريه. اهميه استراتيجيه خلاص احنا اتعلمنا مسطحات وممرات، فبرضه اوروبا فيها مسطحات مهمه زائد ممرات مائيه مهمه اللي هي المضايق زي مضيق البوسفور والدردنيل وجبل طارق. اما بقى يا سيدي الاهميه الاقتصاديه برضه زي ما قلنا في اسيا الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. الموقع الفلكي اللي هو نتج عنه تنوع المناخ في قاره اوروبا فتنوع المحاصيل والكلام ده. اما الموقع الجغرافي نتج عنه سهوله التواصل فيما بينها وباقي العالم. اخر بقى اهميه عندي اللي هي الاهميه الحضاريه. اما بقى يا سيدي في قاره اوروبا نوعين من الحضارات، حضارات قديمه وحضارات جديده. الحضارات القديمه اللي كانت في اوروبا زي اليونان والرومان. اما بقى في العصور اللي هي الحديثه والمعاصره قامت بقى اللي هي الحضاره الغربيه الحديثه اللي بتعتمد على الثوره الصناعيه والمعلومات.